أقداركم تؤخذ من أفواهكم. فعلا المقولة دي واقعية وصح جدا، وإن لازم على الإنسان إن يعود لسانه على قول الخير، وإنه يتفائل بالخير لنفسه، وإن أي إنسان لازم يظن برب العباد خير، لأن لو ظنه كده ربنا هيديله على قد ظنه، ولو ظن شر بربنا هيديله برضه على قد ما ظن. وفي قصة كده صغيرة هحكيها لكم بتفسر كل اللي أنا قلته ده، لو عايزين تعرفوها خليكم معايا لنهاية الفيديو، ويلا بينا نبتدي. كان في واحد زمان اسمه كافور الإخشيدي، كان عبد حبشي، وكان أسود اللون، وما كانش وسيم خالص، وكان دميم وقبيح، وشفته السفلية كان فيها ثقب، وكان مشوه القدمين وبطيء في الحركة جدا. كافور الإخشيدي دخل مصر عبد عشان يباع في سوق النخاسين. ففي مرة كافور وهو قاعد مع صديقه سأله: إيه أمنيتك؟ فصديقه قال له: أتمنى أن أباع إلى طباخ لأكل ما شئت متى شئت. أما كافور بقى قال إيه؟ أما أنا فأتمنى أن أملك هذه البلاد. تخيلوا كده معايا عبد في سوق النخاسين، الناس كلها بتتنافس عليه عشان تشتريه عشان يبقى عبد عندها، وهو عايز يبقى حاكم للبلاد ويحكم كل الناس دي. مرت السنين واتباع كافور لقائد في الجيش، فعلمه القائد ده أصول الجندية لحد ما بقى فارس مغوار، وبعد كده بقى قائد عظيم، وبعد كده بقى ملك، وبقى واحد من حكام الدولة الإخشيدية، لينال فعلا كافور الإخشيدي ما تمنى، وصاحبه برضه نال ما تمنى وبقى في المطبخ. أما القائد اللي اشتراه ده ربى كافور وأحسن تربيته، وبعد كده أعتقه وجعله من كبار قومه، عشان كافور كان بيمتلك حسن التدبير والحزم. المؤرخين قالوا على كافور الإخشيدي إنه ليه فضل كبير في بقاء الدولة الإخشيدية. يكفي إننا نعرف إن الفاطميين كانوا عايزين يغزوا مصر، فتذكروا كافور وقالوا: لن نستطيع فتح مصر قبل زوال الحجر الأسود، يعني كافور. وبكده أصبح كافور سنة 966 والي على مصر، وبعد كده توسع لبلاد الشام ودام حكمه لمدة 23 سنة، فعلا يعز من يشاء. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.